يعطيكم العافية. وصفتي لليوم هي الهندبة الفرنجية أو الخس الفرنجي المقلى مع البصل. ما شاء الله، شوفوا لي هالخسة الفرنجية، بنقلها كمان هندبة فرنجية. شوفوا ما شاء الله منظرها، هيك بيكون شكلها. هلا بدي نقيها واغسلها كرمال اسلقها. هلا ايام بيجي عبالنا الهندبة، والهندبة بتعرفوا تنقايتها بياخد وقت وشغلها بياخد وقت. هيدا النوع من الهندبة او الخس الفرنجي تنقايته سهلة، اسهل بكتير. وهلا بتشوفوا كيف الطريقة. ما شاء الله الهندبة بعد ما غسلتها وصفيتها هلا بدي اسلقها. شوفوا هيدا القلب، ما شاء الله. هيدا منو مر، في مرارة خفيفة بس كتير طيب. هيدا بنقدر نستخدمه للسلطة. فرمت الهندبة، هلا صاروا جاهزين للسلق. حطيت مي على النار، بلشت بالغليين. راح ضيف عليها القليل من الكربونات. راح ضيف الهندبة، الهندبة بعد ما سلقتها صفيتها وبردتها ورجعت عصرتهم. هلا جاهزين للتقلية. بنقدر نقليهم بالبصلة او بنقدر نحط لهم زيت وثوم وحامض. قطعت بصل، هحط كمية من زيت الزيتون وقلي البصلات. ما شاء الله شفتوا هاللون. هلا بضل عم قلبهم مع البصل وزيت الزيتون شي 10 دقايق بيكونوا جاهزين. صحن الهندبة صار جاهز. بنقدم معه البندورة، فجل، كبيس، بصل، كتير طيبة. بنصحكم تجربوها.